بتبدأ الحكاية مع شاب اسمه تايلر وهو في آخر سنة في الثانوية. حياة تايلر كانت ماشية زي الفل لحد ما قابل بنت اسمها إليسن، وأول ما تايلر وإليسن اتعرفوا على بعض اعجبوا ببعض وبقوا يقضوا وقت كتير سوا. وفي يوم تايلر وإليسن كانوا في حفلة عند واحد صاحبهم في المدرسة، وتايلر شاف واحد اسمه جاس بيهزر مع إليسن، فتايلر اتضايق وراح عشان يوقف الموضوع ده. وإليسن عرفتهم على بعض وبعدها خدت تايلر وبعدت بيه عن جاس. فتايلر سألها عن جاس وعلاقتها بيه، فقالت له إنه صديق قديم وكان جارهم في سان فرانسيسكو، وإنه جاي زيارة لصاحبهم وهيرجع تاني لسان فرانسيسكو. بس إليسن حست إن تايلر متضايق فغيرت الموضوع وطلبت منه يجيب لها حاجة تشربها. فتايلر راح عند البوفيه عشان يجيب لها الحاجة، بس جاس راح له وفضل يتكلم معاه عن علاقتهم بإليسن وقال له إنهم كانوا بيقضوا أوقات مع بعض، وكان واضح جدا إن جاس غيران من تايلر. فتايلر اتضايق منه جدا ومن كلامه، بس مسك أعصابه وسابه ومشي. ولما رجع لإليسن قال لها على كل اللي قاله جاس، وكان نفسه إنه إليسن تقول إن كلامه كدبة ومش حقيقي، بس إليسن صرحته وقالت له إنها فعلا كانت على علاقة بجاس زمان، بس العلاقة دي خلصت من بدري وإنها بتحبه هو ومفيش حد في حياتها غيره دلوقتي. بس تايلر ما صدقهاش وكان متعصب جدا لدرجة إن صوته عالي وسط الحفلة، وسألها لو في حاجة تانية جاس عايز يحكيها له عن علاقتهم. فإليسن اتضايقت من تصرفه وخدته على حمام السباحة وقالت له إنه بيتصرف بطريقة وحشة وإنه لازم يمشي من الحفلة ويروح بيته يهدى. لكن تايلر اتهمها إنها عايزاه يمشي عشان تقضي وقت مع جاس، ووقتها اتخانقت معاه وقالت له إن علاقتهم كده خلصت وسابته ومشيت. وبنشوف تايلر خرج من الحفلة وهو متعصب، وشافته بنت اسمها هولي وهي في عربيتها قدام البيت، وهولي سألته ايه اللي مضايقه، فعرفها انه اتخانق مع صاحبته. فهولي قالت له يركب معاها عشان تنسي اي حاجة مضايقاه، وفعلا تايلر ما ترددش لحظة وركب معاها وراحوا ديسكو وفضلوا يرقصوا سوا وكانوا مبسوطين جدا. وتاني يوم الصبح تايلر صحي لقى نفسه على سرير في بيت هولي، ولكن بعد شوية تايلر اكتشف ان بيت هولي كبير جدا وفخم، ونزل الجنينة وهو منبهر بالمنظر، وفضل يدور على هولي لحد ما لقاها قاعدة على الأرض في الصالة وحواليها صور كتير هي مصوراها، وده لأنها بتعشق التصوير. وقعدوا يفتكروا كل اللي حصل بينهم امبارح وضحكوا. وبعدها قعدوا في الجنينة وتايلر عرف ان هولي ابوها مات وساب لها فلوس كتير وان مامتها ماتت قبله. وتايلر شاف صورة ابوها مع ست وافتكرها مامتها، بس هولي قالت له ان بعد موت مامتها ابوها اتجوز الست دي وان اسمها كورين، بس كورين دايما كانت مشغولة وبتسافر كتير. وتايلر بدأ يحكي لهولي عن حياته وان ابوه وامه مشغولين طول الوقت، وانه عنده اخت اسمها تيفاني وهو كل حاجة في حياتها. وجه الليل وتايلر قرر يمشي عشان تليفونه مقفول من امبارح واهله ممكن يكونوا قلقانين عليه. ولما وصل البيت وحط تليفونه على الشاحن لقى رسالة من إليسن بتقوله لو عايز يتكلم معاها يكلمها في أي وقت. وتايلر رد عليها برسالة وقال لها إنه هيكلمها الصبح. وتاني يوم تايلر قابل إليسن واعتذر لها عن اللي عمله في الحفلة، وهي كمان اعتذرت له، وبيتفقوا إنهم ما يخبوش حاجة عن بعض تاني. وهما في المدرسة بيتفاجئ تايلر بهولي وبتقوله إنها شافته مع صاحبته، فبيقول لها تايلر إنهم اتصالحوا ورجعوا لبعض. فسألته إذا كان حكى لإليسن عنهم، فقال لها إنه محكاش حاجة وطلب منها اللي حصل بينهم يكون سر. فهولي طمنته وبتقوله إنها بتعرف تكتم الأسرار كويس. وفي فترة الراحة تايلر كان قاعد في كافيه المدرسة مع إليسن، وجي صاحبهم جيل وبيعرفهم بهولي وإنه اتعرف عليها في حصة الأحياء وإنها لسه منقولة النهاردة لمدرستهم. وجيل عرف هولي على إليسن وليندا وتايلر وقعدوا كلهم على ترابيزة واحدة، وهولي بدأت تتكلم معاهم كلهم بطريقة لطيفة وكانوا مبسوطين جدا. وبعدها عزمتهم على حفلة آخر الأسبوع، بس تايلر رفض وقال إن أخت تيفاني عندها تدريب في اليوم ده. وبعد شوية تايلر بعت رسالة لهولي وطلب منها تقابله بعد ما المدرسة تخلص، واتقابلوا فعلا. وهولي كانت فاكرة إنه عايز يتقرب منها، بس تايلر قال لها إنهم لازم يقطعوا علاقتهم ببعض، وإن اللي حصل بينهم في بيتها كان مجرد غلطة بسبب خناقته مع إليسن، وإنه ما كانش عارف هو بيعمل إيه. ووقتها هولي زعلت جدا واتنرفزت وقالت له إنه استغلها،
وإنه مش من السهل يدخل في علاقة معاها وبعد يومين ينهيها، وقالت له إن اللي عمله ده مش هيعدي بالساهل، وسابته ومشيت. والأيام عدت وهولي اتصاحبت على إليسن وليندا، وفي آخر اليوم تايلر وصلهم بعربيته. ولما وصلوا عند بيت إليسن اتفاجئ إن هولي نزلت معاها عشان هتقضي الليلة دي عندها. وتايلر رجع بيته وبعت رسالة لإليسن وطلب منها يتكلموا سوا دلوقتي، بس إليسن قالت له إنها هتكلمه بكرة عشان هي مشغولة مع هولي. وفي الوقت ده هولي كانت قاعدة مع إليسن في أوضتها وبتتكلم معاها عن تايلر وبتحكي لها عن علاقتهم سوا. وكان واضح إن هولي غيرانة من إليسن من نظرتها ليها، بس إليسن ما أخدتش بالها من كل ده. وهولي فضلت سهرانة من كتر غيرتها، واستنت لحد ما إليسن نامت، وبعدها قامت ولبست هدوم إليسن. وتاني يوم الصبح تايلر صحي لقي هولي واقفة قدام بيته، فرح لها وسألها هي عرفت عنوانه منين، وايه اللي جابها على بيته، وايه اللي خلاها تلبس هدوم إليسن. فهولي طلبت منه يهدى، وقالت له إنها عرفت عنوانه من إليسن، وإن إليسن هي اللي سمحت لها تلبس هدومها. وزادت على كده كمان وقالت له إنها حكت لإليسن على اللي حصل بينهم، وإن إليسن ما عندهاش مانع إنهم يكملوا في علاقتهم سوا. فتايلر اتنرفز عليها واتهمها بالجنون، بس هولي قالت له إنها بتهزر معاه وإنه لازم يتعود على الهزار ده في الأيام اللي جاية، وسابته ومشيت. وبعد كده تايلر راح المدرسة وليه كورين مرات أبو هولي واقفة مع الأخصائي النفسي بتاع المدرسة، واستناها لما خلصت وراح لها وعرفها بنفسه وإنه صديق هولي، وقال لها إنه مستغرب جدا من تصرفات هولي الأخيرة. فكورين بتقوله إن هولي بتتعالج نفسيا من يوم وفاة أبوها. وكورين طلبت منه إنه ما يقولش لهولي إنها جت المدرسة عشان هتزعل جدا. فتايلر وعدها إنه مش هيجيب سيرة، بس قلق من هولي وحس إنها خطر وممكن تأذي إليسن. وتاني يوم في المدرسة تايلر قابل إليسن واتفاجئ لما عرف منها إن هولي حكت لها إنها حامل، وإن الشاب اللي حملت منه ندل وسابها. وكمان هولي محتاجة إليسن تبقى جنبها الفترة اللي جاية لأنها متلخبطة ومش عارفة تعمل إيه. فتايلر قلق جدا من هولي لأنها بدأت تقرب من إليسن أكتر، بس مقدرش يمنع إليسن. والموضوع ده سبب حيرة وقلق لتايلر، لحد ما في يوم صحي ليه هولي قاعدة في بيته مع أخته تيفاني. وتيفاني كانت مبسوطة جدا من هولي وطلبت من تايلر يخلي صاحبته تيجي البيت كتير. فتايلر خد هولي وخرج بيها برا البيت واتخانق معاها، وهولي قالت له انها بتحبه وفكرته باللي حصل بينهم، بس تايلر قال لها ان علاقتهم كانت مجرد غلطة. فهولي اتغاظت من كلامه وحاولت تضربه، بس تايلر ضربها ووقعها على الارض وقال لها انها لازم تبعد عنه نهائي والا هيأذيها. وبالليل تايلر قرر يحكي لإليسن على كل حاجة ويخلص من الموضوع ده، فبعت لها رسالة عشان يتقابلوا الصبح على الشط. وتاني يوم تايلر كان قاعد على الشط مستني إليسن، وجت إليسن وبين عليها انها متضايقة وزعلانة. ولما تايلر بدأ يحكي لها عن علاقته بهولي اكتشف انها عارفة كل حاجة، وان هولي راحت لإليسن بيتها امبارح وورتها الجروح اللي تايلر عملها لها لما ضربها، وحكت لإليسن على كل حاجة حصلت بينها وبين تايلر. وتايلر كان بيحاول يبرر موقفه، بس إليسن ما سمعتش كلامه وقالت له انه كان موعدها انه مش هيخبي عنها اي حاجة، وطلبت منه ما يكلمهاش تاني وسابته ومشيت. وبنشوف تايلر رجع بيته بسرعة وبحث عن هولي على الانترنت، واكتشف ان لها سوابق في الاعتداء على الطلاب وانها اتحجزت في مؤسسة نفسية لفترة طويلة. وبالليل جت رسالة من هولي على تليفون تايلر وكان فيها صورة إليسن وهي مغمى عليها. فتايلر خرج من بيته بسرعة وبعت رسالة لصاحبه جيل يعرفه فيها عنوان بيت هولي، وقال له ان هولي خطفت إليسن وانه رايح هناك عشان ينقذها، وطلب منه انه اول ما الرسالة توصله ويجي وراه. وبعدها تايلر ركب عربيته واتحرك بسرعة على بيت هولي. وفي الوقت ده إليسن فاقت ولقيت نفسها متكتفة على كرسي في بيت هولي، وهولي كانت واقفة قدامها وقالت لها انها ضحكت عليها وانها مش حامل، بس عايزة تايلر يكون حبيبها هي وبس، وان إليسن هي العقدة الوحيدة في طريقها. وبعد شوية تايلر وصل لبيت هولي وليه الباب مفتوح فدخل بسهولة، وفضل يدور على إليسن لحد ما لقى هدومها وعليها دم، فترعب وخاف، ففضل يدور على إليسن في كل حتة في البيت.
وفجأة ظهرت له هولي فزعق لها وسألها عن إليسن، بس ليه دم نزل من السقف وبص لفوق، وليه إليسن متعلقة في السقف بحبل ومتعورة في راسها. تايلر مسك الحبل اللي مربوطة به إليسن وفكه ونزلها بالراحة على الأرض واطمن إنها لسه عايشة، بس اتفاجئ إن هولي اختفت. فتايلر مسك سيخ من بتوع الدفاية وخد إليسن عشان يهربوا بسرعة، ولما وصلوا عند حمام السباحة لقيوا هولي جت وراهم ومعاهم مسدس وهددتهم بيه، وطلبت من تايلر يرمي السيخ اللي في ايده على الأرض. فتايلر نفذ كلامها واعتذر لها عن اللي عمله معاها، بس هولي ضربت تايلر بالنار في كتفه فوقع على الأرض، وفي اللحظة دي جل صاحبهم وصل. فهولي اتلفتت عشان تضربه بالنار بس الرصاصة ما جاتش فيه، وبالله إليسن مسكت السيخ وضربت هولي ببطنها، ووقعت هولي في حمام السباحة وهي بتنزف. وبعد فترة تايلر وإليسن وكل أصحابهم كانوا متجمعين في عيد ميلاد تيفاني أخت تايلر، وكانوا كلهم مبسوطين جدا وسعداء. سلام.